فيلمنا النهارده بيبدأ ببنت يتيمة بتحاول انها تغير حياتها كعميلة سرية وتعيش حياة طبيعية، لكن بيقابلها عقبات كتير عشان تحقق حلمها. بس قبل ما يبتدي الفيلم عزيزي المشاهد، ما تنساش تعمل لايك عشان تشجعنا نستمر في نشر الفيديوهات، وتعمل شير عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. وما تنساش تقول لي تحت في الكومنتات ايه رأيك في قصة الفيلم، وتقول لي المرة الجاية تحب نتكلم عن فيلم ايه. وعشان مش حابب اطول عليكم، يلا بقى نبتدي الفيلم. فيلمنا بيبدأ مع ميجان، واللي بتكون بنت يتيمة وبتكون متكفلة بيها وبتربيتها مدرسة حكومية اسمها بريسكا. بس المدرسة دي بتكون سرية لأنها بتدرب البنات اللي فيها على القتال بالأسلحة والدفاع عن النفس. وبيكون المسؤول عن التدريب هو هارد، مدرب ما عندوش يم مرحميني. بيقول للبنات انهم ما يتعاملوش مع بعض كاصدقاء وانما كمتنافسين، لان بيكون شايف ان الصداقه دي حاجه تافهه. وبتشوف ميجان لما تكبر واللي بتكون بتعمل كل المهمات اللي بتطلب منها بكل جدار، لكنها بتكون حاسه بفراغ، وخصوصا لما بتشوف الناس اللي في سنها وهم بيحضروا حفلات، وبيبقى نفسها تعيش العيشه دي. تفضل تقرا مجلات كتير وتتفرج على افلام لما تكون لوحدها، وده بيخليها تفقد تركيزها في الاجتماعات اللي في المدرسه. في يوم هارد بيستدعي ميجان هي وزميلتها هيتس عشان يختار واحده منهم لمهمه جديده. المهمه بتكون القبض على تاجرة سلاح مزة جدا اسمها نوكس. فبيختار هارد ميجان عشان تقوم بالمهمة. بتتضايق منها هيتس وبتكون غيرانة منها، عشان كده بتقول لهارد انها معاها مجلات. وفعلا هارد بيشوف المجلات معاها بيتعصب، وبيقول لها انه حذرها قبل كده عشان مفيش حاجة ينفع تشغلها عن المهام بتاعتها. بتعتذر له، وبعدها بتروح للمكان اللي فيه تاجرة السلاح نوكس، وبتاخد لبس واحد من الرهاين بتوع نوكس. ولما نوكس بتشيل عنها القناع، بتنزل ميجان فيها وفي رجالتها تخبيط من كل اتجاه، وبتربط ايديها في حبل مشبوك بمسدس اسهم. ولما بتضرب بالسهم، طيارة هارد بتمسك الحبل، وبتكون ميجان ونوكس متعلقين فيه. بس نوكس بتبدا تضرب عليها بالمسدس، فبيتقطع حبل ميجان وبتنزل في البحيره. وبيقبض هارد على نوكس بس بيقطع الاتصال بميجان. ولما ميجان بتطلع من البحيره، بتسمع هارد وهو بيتكلم في اللاسلكي، لكنها بتفكر ان دي فرصه جات لها عشان تعيش حياه طبيعيه، فبترمي اللاسلكي وبتقرر انها ما عادش ترجع لمدرسه بريسكات. بتروح البيت وبتشغل اللاب بتاعها وبتفضل تدور على عائله تتبناها. وفعلا بتلاقي ميجان عائله مناسبه، فبتقدم على الطلب، وفعلا العائله بتوافق تتبناها. وبتسافر ميجان على امريكا، وهناك بتستقبلها عائلتها الجديده. وبيكون عندهم بنت اسمها ليزا في نفس سن ميجان، بس بيبقى واضح انها مش طايقاها، فبتسيبهم وتمشي. بتروح العائله على البيت وبيقعدوا على السفره عشان ياكلوا. وميجان بتحكي لهم انها قررت تقدم على مدرسه ليزا عشان تكمل تعليمها. فبتطلب الام من بنتها ليزا انها تصاحب ميجان وتعرفها على اصحابها، لكن ليزا بتتضايق وبترفض طلب امها وبتسيبهم وبتقوم. بتخلص ميجان اكل وبتروح على اوضتها وبتفضل تجهز هدوم المدرسه، وبتكون متحمسه. تدخل عليها ام ليزا وبتعتذر ليها عن تصرف بنتها، وبتقول لها ان هي فرحانه جدا لانها بقت معاهم وان ليزا بقى ليها اخت. وتاني يوم بتروح ميجان على المدرسه، ويا ريتها ما راحت. بتكون لابسه لبس رقصاتها عشان مش بتكون عارفه اللبس بتاع المدارس العاديه، فعشان كده بيتنمر عليها كل الطلاب. ولما بتروح لليزا بتطلب منها ان ما تكلمهاش وهم في المدرسه عشان بتكون محرجه من الوقفه معاها، وبتديها لبس من لبسها عشان تغير لبس سافيناز اللي هي لابساه. بيبقى في حفله معموله في المدرسه بمناسبه ميجان، لكنها بتكون متوتره وخايفه من الطلوع على المسرح. فبيجي ليها الطالب المسؤول عن الاضاءه وبيشجعها على الطلوع على المسرح. لما بينادي المدرس على اسمها، تطلع على المسرح وهي متوتره. واول ما بيشوفها الطلاب بيضحكوا عليها وبيفضلوا يتنمروا على لبسها في الاول، لكن بيظهر ليهم الطالب كاش على المسرح، واللي بيكون في المدرسه اشهر من نار على العلم، وده بسبب اغاني الجامده. بيغني كاش اغنيه باسم ميجان وبيدعمها، وميجان بتكون معجبه بيه فشخ. ولما بتوصل ميجان للفصل بتدور على كرسي عشان تقعد، لكن كل الطلاب مش بيرضوا يقعدوها وبيطلعوا لها حجه المكان ده محجوز. لكن بيرضى يقعدها جنبه الشاب الوسيم اللي شجعها قبل طلوعها على المسرح، واللي بيكون اسمه روجر. وبعد ما بيخلصوا الحصه بيقول لهم المدرس كرومبو انه بكره هيغير اماكن الطلاب. بتقوم ميجان عشان تطلع، وبيكون في شخص وراها عايز يضايقها، لكن قبل ما بيلمسها بتحس ميجان بحركه وراها وبتمسك ايده وبتكسرها. وده مش جديد عليها لان ده اللي اتعلمته في مدرسه بريسكات. وبتتسلل للمدرسه بالليل وبتغير رقم جلوسها وبتخليه جنب كاش. وتاني يوم بتروح تقعد جنب كاش بكل ثقه، واللي بيرحب بيها. بس بيقطع كلامهم صاحبه المكان اللي جنب كاش، وبتطلب من ميجان انها تقوم عشان المكان ده بتاعها، لكن ميجان بتقول لها انها متاكده ان ده مكانها. وبينادي الاستاذ كرومبو على كاش وبيطلب منه انه يساعدها في المعمل. تكون ميجان زعلانه لان خطتها في التقرب من كاش فشلت. ولما بتطلع بتقابلها البنت نفسها وبتقول لها بكل خبث ان هي عارفه انها معجبه بكاش، وبتقول لها ان كاش مش بيحب غير البنات اللي بيشاركوا في فريق المشجعات. ميجان بتكون هاطله فبتروح على طول وتقدم في الفريق. وبعد كام يوم وهي في الفصل بتشوف عربيه بيضه مراقباها وبتكون خايفه منها. ولما الاستاذ بيسالها عن حل المشكله اللي شرحوها في الدرس، بتقول له احمد محسن. يا احمد يا محسن. فبيضحك عليها كل اللي في الفصل وبيسخروا منها. وبتكون ليزا محرجه من اللي بتعمله ميجان. ولما بيخلصوا بيكونوا عاملين حفله، تكون ميجان لابسه لبس شخصيه كرتونيه، وفجاه بينزل 3 اشخاص من العربيه البيضاء وبيحاولوا يخطفوا ميجان، لكنها بتدافع عن نفسها وبتضربهم كلهم. كل الطلاب بيكونوا بيصوروها. بنعرف ان الخطف ده فقره من فقرات الحفله اللي بتعملها المدرسه كل سنه. بتمشي ميجان وبتكون متضايقه، ولما بيروح لها زميلها روجر عشان يواسيها مش بتعبره وبتسيبه وبتمشي. ولما ترجع البيت بتكون حزينه عشان الوضع اللي هي فيه ما كانش متوقعه، وكانت متوقعه انه هتكون
فرحانه في المدرسه. تدخل عليها امها اللي متبنيها وتواسيها وبتقول لها ما تزعلش من اللي هي فيه، وبتقول لها كمان انها شده وهتزولي، ربنا يقدرك يا وليه على فعل الخير. المهم بنروح لهارد واللي بيكون بيحقق مع نوكس وبيسالها عن مكان الاسلحه والتجار، لكنها بترفض وبتكون مش خايفه منه. فبيتعصب هارد وبيقول لها انها هتندم على اليوم اللي امها ولدتها فيه. بنرجع بقى لميجان واللي اول ما بتوصل المدرسه بتلاقي الطلاب غيروا نظرتهم ليها، وبتجيلها اليزا وبتوريها الفيديو اللي اتصور ليها وهي بتدافع عن نفسها وبتضرب الرجاله بكل احترافيه، وبتقول لها ان عشان كده بقت مشهوره. ومره واحده الطلاب بيبداوا يهتفوا ويسقفوا ليها. بتكون ميجان فرحانه بس في نفس الوقت خايفه من الفيديو اللي انتشر ليها عشان هارد لو شافه هيقدر يوصل لها وياخدها معاه. بيقطع تفكيرها كاش وبيعرض عليها انها تحضر البروفه بتاعته، وطبعا على طول ميجان بتوافق وبتسبقه على اوضه البروفه، وبتحس بحد جاي من وراه فبتخبطه على وشه، لكن بيطلع روجر فبتاسف له ميجان وبتقومه من على الارض. بيقول لها انه معجب بطريقتها في الدفاع عن نفسها، لكن بيقطع كلامهم كاش واللي بيكون وصل بيطلب من ميجان انهم يتدربوا على الاغنيه الجديده بتاعته، فبتوافق. ولما بيخلصوا تدريب بيقعدوا يلعبوا كول اوف ديوتي على البلاي ستيشن. وبعد ما بيخلصوا كاش بيعزمها على الحفله اللي عاملها في بيته، فبتقول له انها اكيد هتيجي. وفي طريقها وهي راجعه للبيت بتاخد بالها من العربيه اللي بتمشي وراها وبتراقبها، لكن قبل ما بتهرب منها بتخدرها عميله من مدرسه بريسكا. ولما بتصحى ميجان بتلاقي نفسها في مكان غريب وهارد بيكون واقف قدامها. هارد بيكون مفكر انها بتشتغل لصالح منظمه تانية، فبيسالها عن اسم المنظمه اللي بتشتغل فيها، لكن ميجان بتلفي كلامه وبتقول له انها هربت منه عشان عايزه تعيش حياتها، لكن هو مش بيصدقها فبيخدرها بمخدر قوي عشان تقول له الحقيقه. ولما بيسالها تاني بترجع تجاوب بنفس الاجابات، وبتقول له انها مش عايزه ترجع لمدرسه بريسكات. بيرفض هارد طلبها وبيقول لها ان عميله مميزه وما يقدرش يفرط فيها، وبيديها مهله ترتب فيها امورها في امريكا، وبعد كده هينزل وياخدها. بعدها بيركبها معاه العربيه ويوصلها للبيت. ولما بتفتح اليزا الباب بتلاقي ميجان واقعه، ولما بتقوم بتفضل تتصرف تصرفات غريبه وكانها سكرانه. بتكون اليزا مستغربه جدا من تصرفاتها. وتاني يوم بتروح ميجان للمدرسه وبتقابل روجر وبيبداوا يتعرفوا على بعض اكتر، وبتقول له انها يتيمه، وهو بيقول لها ان ابوه بيخاف عليه لدرجه انه بيعامله زي الاطفال. تعزمه ميجان على الحفله بتاعه كاش. بيقول لها ان ابوه مش هيوافق ولكنه هيحاول يقنعه. بتشوف ميجان كاش والعيال فبتسيب روجر زي الكلب وبتروح عشان تقف معاهم، لكن ليزا بالليل بتقول لامها عن تصرفات ميجان وانها كانت سكرانه وما ينفعش تروح حفله كاش، لكن الام بتكون فرفوشه وبتقول لها ان مفيش مانع لما تفرفش عن نفسها شويه، وبتطلب منها انها تروح مع ميجان للحفله عشان تاخد بالها منها. بيوصلوا هما الاثنين الحفله، ولما بيدخلوا بيتفرقوا عن بعض، وبتتصدم ميجان لما بتشوف زميلتها العميله هيتس وهي في الحفله فبتاخدها عشان يتكلموا. بتقول لها ميجان انها اتفقت مع هارد انها ترجع بعد المهله اللي اداها لها، وبتسالها عن سبب وجودها في الحفله، فبتقول لها انها جايه بس عشان تجرب وتعيش نفس الحياه اللي هي عايشاها. وبنروح لليزا اللي بتشوف برنارد. ايوه هو ده بتاع اخر تخته في الفصل اللي بيتنمر على الفصل كله. بتكون متوتره وخايفه من انه يتنمر عليها، لكنها بتتفاجئ لما بتعرف انه عارف عنها كل حاجه وبيطلب منها انها تشرب معاه، فبتقعد وبتشرب معاه وبيفضلوا يتكلموا، بيعرفوا ان في صفات كتير مشتركه بينهم. وبنروح لميجان وهيتس وبتلاحظ هيتس نظرات الاعجاب اللي بين ميجان وكاش. بتقرر انها تخطفه منها وبتروح له، ولكن ميجان بتوصل قبلها وبتخطفه جمالها. في الوقت ده روجر بيكون استأذن من بابي ووصل الحفله، وبيروح لليزا وبيسالها عن ميجان لكنها بتكون سكرانه فبتقول اي كلام. فبيروح يدور عليها وبيلاقيها بتعمل بونجا بونجا مع كاش وهم لابسين، فبيتضايق وبيمشي من الحفله على طول. بيطلب كاش من ميجان انها تطلع معاه عشان يكملوا سهرتهم بره، فبتطلع معاها وبتسيب ليزا وهي سكرانه. وتاني يوم ليزا بتوصل للبيت وبيكون مرسوم على وشها كوكو من الشباب المراهقين. بتفضل الام تعاتب ميجان عشان سابت اختها لوحدها ورسم لها كوكو. وتاني يوم بتطلع ميجان عشان تروح المدرسه. اول ما بتركب اتوبيس المدرسه بتتفاجئ ان السواق هو هارد، وبيقول لها انها لازم ترجع معاه دلوقتي عشان نوكس قدرت انها تهرب واكيد هتدور عليه عشان تنتقم منها. لكن ميجان مش بتوافق وبتقول له انها خلاص استقرت على حياتها وهتتصرف فيها في موضوع نوكس. وبعد المدرسه بتطلع ميجان هي وليزا في العربيه، وبتعتذر لها ميجان عشان سابتها امبارح في الحفله وعمل لها كوكو. بيكون في عربيه مراقباهم وميجان بتلاحظها. شخص بيطلع مسدس من العربيه وبيضرب طلقه عليهم. الطلقه بتكون موجهه لميجان لكنها بتقدر تفلت منها. بتسوق ميجان العربيه بدل ليزا وبتعترف ليها بانها عميله سريه وان العربيه اللي وراهم دي بتاعه تاجر السلاح عايزه تقتلها. بيوصلوا بالعربيه لطريق مسدود وبتقرر انها تخبط في العربيه اللي بتراقبها. ولما بتفوق ميجان بتروح للعربيه لكن مش بتلاقي نوكس، بس بتشم نفس ريحه البرفان اللي هيتس بتحط منه، فبتعرف انها اللي كانت مراقباها وعايزه تقتلها. تاخد ميجان اليزا وبتوديها للمستشفى، وهناك بتتصل على هارد وبتساله عن سبب ارساله لهيتس عشان تقتلها، لكن هارد بينكر وبيقول لها ان هيتس مختفيه من اخر عمليه ليها وكمان كان بيفكرها ماتت. فبتعرف ميجان ان هيتس عميله مزدوجه لنوكس وهارد في نفس الوقت. بتقفل معاه وروجر بيجي لها المستشفى بيسلم عليها. بتكون فرحانه جدا لانه جاي يواسيها، لكنه بيقول لها ان كاش مفروض يبقى مكانه عشان هو احسن منه وبيسيبها وبيمشي. وبعد ما بتفوق بتعتذر لها ميجان عن كل اللي عملته وبتقول لها انها هتمشي من عندهم في اسرع وقت، لكن ليزا بترفض انها تمشي وبتقول لها انها تساعدها عشان تتخلص من اللي بيراقبوها. ولما ليزا بتتحسن وبيرجعوا البيت بيبداوا يجهزوا لحفله التخرج وعلاقتهم بتتحسن وبتكون الام فرحانه جدا. بنيجي بقى ليوم الحفله، بيوصل كاش عشان ياخد ميجان وفي نفس الوقت برنارد بيوصل عشان ياخد ليزا. بيروحوا كلهم للحفله وليزا بتكون مندمجه ومبسوطه جدا مع برنارد، على عكس ميجان اللي مش بتكون عارفه تندمج مع كاش. واول ما بتشوف روجر بتحس انها ظلمته ولازم تفركش مع كاش. ولما بتحاول تمهد لكاش فكره الانفصال بيقول لها تاجل اي كلام لحد ما الحفله تخلص عشان يقدر يغني. بتروح لروجر وتتاسف له لكن
لكن بتوصل حبيبته واللي بتطلع هيتس. طبعا ميجان بتفقد السيطره وبتنزل فيها ضرب، وبيكملوا ضربهم في المدرسه لحد ما بيوصلوا المطبخ، وميجان بتستخبى من هيتس عشان متاكده انها عايزه تقتله. فبتقدر ميجان انها تهرب، ولما بتروح البيت بتلاقي البيت محاصر، فبتخلص على الرجاله اللي قدامه، ولما بتدخل بتلاقي نوكس مثبته عيلتها جوه، وبتضطر انها تنزل سلاحها عشان ما فيش حد فيهم يتاذي. وبنعرف ان نوكس كانت اول عميله في مدرسه بريسكات، لكنها قررت انها تسيب هارد وتمشي في طريق الشر. بيرمي اخو ليزا اللي طلع فجاه في الفيلم قنبله غازيه، فبتتخدر نوكس ورجالتها. في نفس الوقت بيوصل هارد واللي بيقبض على نوكس والرجاله اللي معاها، وبيحضن ميجان حضن ابا ويقول لها انه خلاص وافق انها ما ترجعش المدرسه وتعيش حياتها، وبيديها مفتاح الهليكوبتر بتاعته عشان تروح الحفله. بتفرح ميجان وبتروح الحفله لكنها مش بتلاقي روجر، فبتاخد الهليكوبتر وبتمشي لحد ما بتلاقيه مع والده في العربيه، وتقريبا كده العربيه كانت شفافه، فبتنزل له وبتقول له انها بتحبه، وروجر بيبادلها نفس المشاعر، وكل ده قدام قرطاس الجواب ابو روجر. وبعدها بتاخدوا ميجان ويركبوا الهليكوبتر، وبيكون معاهم برناردو وليزا بيطيروا عشان يكملوا حفلتهم بطريقتهم الخاصه. وهنا بقى بينتهي فيلمنا اللي كتبه المبدع محمد نصار. كان معاكم في الاداء الصوتي مورجان خان، واللي منتجه نور فوكس، واللي عمل لكم الصوره المصغره اللي بتلفت نظرك عزيزي المشاهد هو الجميل احمد عاطف.